السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش خباركم؟ اش كتعاودوا؟ يا رب تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله، ومبروك عواشركم. يا رب يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. جيتكم ان شاء الله اليوم بفيديو جديد، نتمنى من الله الى الاعجاب ديالكم يوصل ان شاء الله اعلى عدد من المعجبين ان شاء الله للفيديو. جيتكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله الحلوة او كيكه ديال قدرة القادر. كيكه ديال قدرة القادر كتجي بنات اكثر من رائعه، زوينه بزاف. شاركتها معكم ميات في الفيديو، ولكن اليوم ان شاء الله غنعاود نشاركها معكم اللي كتجي بنات رائعه بزاف وبنينه بزاف. البنات ما تصوروش البنه ديالها، غتبعوا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخير البنات وما تزربوش الفيديو. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك، اللي مشترك هادي راه دارو القناه ديالو دارو، مرحبا به. وديروا ان شاء الله لايك للفيديو ويكتبوا معكم واحد الكومنتير للفيديو. اللي جربتها وصدقت معها تقولها لي في كومنتات تكتبها، واللي مازال ما جربتهاش جربها ان شاء الله كتعطيني الاعجاب ديالكم من اول تجربه. فهنا اول حاجه البنات عندي كاس ديال العنبه ديال السنيده، درت فوق البوطه كسرونه، درتو كيدوب. من الاحسن البنات ملي تخلطوها ما تحركوهاش بمعلقه ديال الحديد، حلقوها بمعلقه خشبيه. صافي البنات كنحرك حتى تذوب ليا داك السنيده مزيان، تا ولا ليا كراميل. مباشره البنات درتو في المول اللي غنصيب فيها ان شاء الله الحلوه اللي غندخل الفران. البنات من تصيبوا كراميل كبوه مباشره في المول، حيت كيبرد كيجمد كيبغيش يتكب لينا. كبوه البنات مباشره هكا في المول صافي، وخليه جانبا تنكمل ان شاء الله التتمه ديال المقادير وطريقه التحضير. صافي هنا البنات بعد ما داب ليا السكر صافي درتو هكا في المول ندير فيه الحلوه. صافي درت شو دهنتو كامل هكا من التحت مزيان بداك الكراميل، صافي خليته جانبا. صافي هنا البنات المقادير ديال الكريمه. عندي كاس عامر ديال السنيده او سكر الخاشن، عندي 2 بيضات، عندي 2 كيسان ديال الحليب. البيض البنات درت 2 بيضات كبار، اللي استعملت البيض الصغير البنات درت 3 البيضات صغار. انا هنايا ضفت جوج بيضات كبار كما قلت لكم البنات. اللي عندها البيض صغير دير 3. صافي هنا البنات غنضيف البيض. انايا حلفت لا لا خرجت، حلفت لا خسرت ليا. المهم ما علينا. صافي هنا ضفت البنات 2 بيضات. انا غنضيف ساشي ديال الفاني واحد. صافي البنات هاد الكريمه كما قلت لكم كتجي البنات رائعه بزاف، تجي بنينه. صافي هنا ضفت الساشي ديال الفاني، هنا ضفت كاس ديال السنيده. صافي هنا البنات غنضيف 2 كيسان ديال الحليب. صافي هنا غنطحن كلشي مزيان البنات، نطحن مزيان تخلطوا جميع المكونات. البنات هنايا اللي عندها الحامض دير معلقه ديال الحامض مبشور ديال الحامض، تحكوا ديروا. انا متوفرش عند الحامض صافي ما درتوش، ماشي ضروري، راه هو كيعطي ديك النكهه زوين. الزفار ديال البيض كيتواتى معاه، كنقص لينا ديك الزفوريه ديال البيض. نتوفر عليه ديرو، ولا ما توفرش ليه ما ديروش، ماشي ضروري. واخا بحال هكا من داك الريحه ديال الزفر ما كتبقاش في الحلوه. صافي هنا نطحن مع المكونات مزيان. هنايا ولدي كيبكي قال لك تا هو بغى يعاونني، تا هو قال لك يدير يدي فين ما نخدم هكا مولينيكس ولا هذا شوار هكا كيبغي كيجيك اللي كيبغي تا هو زعما يحط يديه. صافي هنا جا كيبكي قال لي زعما الزيت انا ندير، صافي الزيت هو يدير يديه. المهم ما علينا، الله يحفظ ان شاء الله يحفظ لكم كاع وليداتكم ربي. صافي هنا بعد ما طحنت البنات مزيان، صافي البنات هنا غنكبو مباشره على داك الكراميل اللي صايبنا اللي طفنا في المول.
كنكبو كالكريمه مباشره فوقها. صافي كنخليوها جانبا البنات باش نوجد معكم ان شاء الله الكيك. في نفس هالشوار البنات اللي بغات تستعمل هالشوار تستعمل، ولا خلاط الكهربائي مولينكس. صافي هنا البنات نفس هالشوار ما بدلتهاش، ما غسلتهاش زعما حيت الماء زعما المكونات غيتزانجو. صافي هنا ضفت 2 بيضات البنات، كملت 2 بيضات كبار. وكيف العاده اللي عند العبيض الصغيره البنات دير 3 البيضات صغار. انا عندي البيض ما شاء الله كبير، ضفت 2 بيضات كبار. صافي هنا البنات بعد ما ضفت البيض هنا نضيف ساشي ديال الفاني واحد. صافي هنا بعد ما ضفت البنات الفاني هنا نضيف كاس ديال السنيده. صافي هنايا عندي كاس مع مرش قل ربع ديال الزيت، وعندي كاس ديال الحليب. صافي هنا البنات عندي قبصه ديال الملح. صافي انا بدا نخلط كاع المكونات، نطحنهم مزيان ونضيف ان شاء الله تتم المقادير. صافي كما كيبان لكم في الفيديو البنات. اصلا الفيديو البنات ما جربتوش، خليته كما هو باش يبان لكم كلشي واضح. ولدي عاوتاني جا كما قلت لكم فيلم ما يسمع هكاش خدمت مونينيكس او كلا شوار كيجي قال لك ديري يدي كتعجبو ديك داك الصوت. المهم ما علينا. صافي هنا ضفت البنات الزيت وضفت الحليب، غنزيد نطحن باش ديك الزيت تخليه ديك الزيت والحليب تخليه مع المكونات مع البيض وسنيده. صافي البنات بقى مستمر بحال هكا تنطحن داكشي اللي عندي. هاد الحلوبه البنات كتجي بنينه بزاف، اكثر من بنينه كتجي روعه يا البنات. اكيد غتنجح معكم عباد من اول تجربه. ما دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت بزاف، ولا طريقه ديال التحضير البنات دغيا كتوجد، ما كتاخذش معنا وقت كتير. وبني اهم حاجه هي المذاق البنات، بنينه بزاف. اكيد اللي مازال ما جربهاش وباغي يجرب يدير نفس الطريقه اللي درت ونفس المقادير اللي درت، اكيد غتنال الاعجاب ديالو. صافي هنا بعد ما طحنت المكونات البنات هنا كبيتو في هاد المولع هكذا باش نتحكم فيه. صافي هنا بديت غنضيف شويه دقيق. هاد الدقيقه البنات انا خدا ليا 2 كيسان ديال العنبه ونص ديال الدقيق، ولكن البنات كيف العاده نوعيه ديال الدقيق ماشي بحال كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. دابا يمكن لكم نتوما البنات ديروا عينكم ميزانكم، يعني تضيفوا الدقيق بالتدريج حتى تشوفوا واش شرب لكم ولا لا. صافي هنا بعد عندي الدقيق، عندي ساشيه وحده ديال الكاكاو ونص وحده، درت ساشي ونص ديال الكاكاو. صافي انا نخلط المكونات البنات مزيان كما قلت لكم البنات. الدقيقه راه كاين نوعيه اللي كتشرب والنوعيه اللي ما كتشربش. المهم انا خدا لي 2 كيسان ونص، وانتم البنات ضيفوا بالتدريج تشوفوا واش الدقيق ديالكم كيشرب ولا لا، تشوفوا المقدار اللي شربت لكم. صافي هنايا عندي جوج ساشي ديال الخمارات ديال الوزن ديالهم 7 غرام. هي ديال المجموع 14 غرام البنات ديال الخميره. صافي هنا بعد غنضيف الدقيق حتى كيبان ليا الخليط هكا ثقيل، كنهز بحال هكا راه ثقيل كيجي خط واحد. انا البنات كنضيف ليا معلقه صغيره ديال الخل، كنحركو مزيان. صافي كنضيفو البنات. انا البنات كنضيفو مباشره على داك الكريمه اللي وجدنا مباشره البنات. ما تخافوا منه البنات، ملي كيطيب راه سبحان الله العظيم كتعزل طبقه ديال الكيك والطبقه ديال هذا ديال الكريمه البنات. اكيد في الاول غتجيكم ملي غتجربوا البنات غتجيكم شويه غريبه،
ولكن ملي غيطيب غتبقاو ديروها ديما، فهمتوا؟ غتجيكم عادي. واخا غتشوفوا هنايا البنات الكيك نزل لكم، ولكن ملي غيطيب الكريمه غتنزل لتحت والكيك غيدير الفوق. الكيك غيبقى الفوق والكريمه غتنزل لتحت. صافي هنايا البنات عندي هكا لاطه درت فيها الماء البنات، يكون الماء سخون، الماء غليان البنات. صافي كنحط فوق منه ديك الكيكه ديال وجدنا، صافي غندخلوها مباشره للفران. انا البنات خدا ليا ساعه حيدته قلبته راه باقي شويه، عاود رجعته عاوتاني واحد شويه، صافي وقلبته عاوتاني راه طاب. صافي هنا البنات غير ملي كتخشيو فيه الموس كيجيب لكم الموس راه ناشف، صافي راه طاب، صافي راه وجدت معاكم. حتى البنات كيجيب لي الموس راه ناشف، صافي راه طابت. تما كاين البنات ملي بغيت نخرجها من الفران ضربت لي شويه مع الباب ديال الفران، وداكشي علاش تحيدت منا شويه تمايا. صافي هنايا البنات غنخليوها هنايا تبرد وغندخلوها للثلاجه. دابا البنات اللي وجدتوها في الصباح ديروها في الثلاجه حتى العشيه، ولا وجدتوها في بالليل تخليوها ليله كامله في الثلاجه حتى الغد اللي في الصباح. المهم انا خليتها في الثلاجه ساعتين، حيت زربت عليها البنات ما خليتهاش بزاف، صافي ودخلتها للمجمد. اول حاجه البنات انا خليتها هنايا في سطح العمل حتى بردت، عاد دخلتها للثلاجه. صافي هنا البنات ملي صافي كتبغيو صافي تحيدوها، كديروا لك صينيه صغيره كديروا فيها البنات الماء سخون كتحطوها فيها باش داك السكر داك الكراميل البنات يذوب، حيت كنديروها البنات في الثلاجه داك السكر داك الكراميل كيجمد. يعني كنبغيو نقلبوها كنديروا هكا في الصينيه فيها الماء دافي عفوا الماء سخون، صافي كنخلي فيها 3 دقائق داك الماء راه كتلقاو داك الماء راه بارد، صافي برد تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق كتلقاو داك الماء صافي راه برد. صافي كتحيد داك الماء صافي كتقلبوه. كما قلت لكم البنات انا حيت زربت عليها درتها في المجمد تقريبا ساعه. صافي بعد ما كنديروها في الماء البنات غليان حتى داك السكر اللي طفنا عليه داك كراميل كيذوب لينا، صافي كنقلبوها هكا في شي طبسيل كنقلبوها. صافي كنطلعوا دغيا كتحيد البنات ما كتلصق ما والو، دغيا كتحيد واخا ما دهناش المول دغيا كتحيد. صافي يا البنات انا البنات تحيدت ليا شويه من اللي هي من الجنب، حيت ما خليتهاش الوقت الكافي في الثلاجه باش تبرد مزيان، باش هاد الكريمه البنات تماسك. كما قلت لكم حيت زربت عليها دايا درتها في المجمد تقريبا ساعه، درتها في سطح العمل ساعه ودخلتها للمجمد البنات ساعه، صافي وحيدتها. صافي البنات هادي كما كتبان لكم كتجي البنات رائعه بزاف كتجي البنات بنينه. صافي ملي كنحيدوها هكا حيد معكم البنات واحد الطريف باش تشوفها كي كتجي من الداخل. كتجي البنات رائعه واحد المذاق ما نعاودش لكم، كتجي بنينه بزاف. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى منكم ان شاء الله البنات تجربوها كي غتنال الاعجاب ديالكم البنات، اللي مازال ما شربهاش ان شاء الله يجربها كي غتنال الاعجاب ديالكم من اول جربه البنات غتصدق لكم. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، بالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وكيف العاده ما تنسوناش من الدعم ديالكم ولايك ديالكم للفيديو فضلا وليس امرا، اللي مازال ما شاركش يشترك في القناه. بالسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.